السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. ربنا يجبر خواطركم يا رب جبرا يتعجب به أهل السماوات والأرض. ما نحرمش منكم يا أحلى عيلة وأحلى اخوات. تعالوا بينا هنشوف هنعمل ايه النهاردة. معانا كوباية رز غسلناها حلو، حطينا على ميتها وحطيناها على النار، وده كيلو لبن عليه ورقة فانيليا وحطيناه يغلي يدفع على النار على ما الرز بتاعنا يطيب. هنعمل أحلى شوية رز بلبن فاخر ومن الآخر. السكر على حسب الرغبة زي ما انت حباه، ما حطيتش سكر يعني. وبيغيب شويه معاكي في التقليب بعد ما بتحط الرز بتاعنا طاب وحلو، مش ملسوع من تحت ولا اي حاجه، زي ما انت شايفه كده يا حبايبي. هتستمر في التقليب شويه عشان ما يلزقش. ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. معانا معلقه كريمه لباني، وهتحطيها ومعلقه قشطه شويه جوز الهند هتحطهم في قلبهم كده يدولها طعم وطراوه حلوه كده وملمسه بناعي. ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله. هتاكلي احلى طبق رز بلبن، مش هتنسى حلاوته. زي ما انتوا شايفين يا حبيبي كده. ما شاء الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. ربنا يحسن ما بين ايديكم وما بين عينيكم يا رب، وتعملوا احسن مني. طبعا يا حبايبي هنزوجه بشويه جوز الهند كده وشويه زبيب، لو عندك سوداني اي مكسرات عندك حباها هتحطها على الوش تزينيه عشان يدي شكل حلو للاولاد. اتمنى منكم تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم يسر لي الخير حيث كنت وحيث توجهت، سخر لي الأرزاق والفتوحات في كل وقت وساعة، يسر علي كل صعب، هون علي كل عسير، احفظني بما ينزل من السماء وما يخرج منها وما يرى عليها يا كريم.